8 المباريات في تصفيات كأس العالم، لعب المنتخب المغربي مباراة واحدة خارج المغرب. أليس هذا تمهيد خرافي للذهاب إلى كأس العالم؟ اليوم حينما نتحدث عن تصفيات كأس العالم، كم عدد المباريات التي يكون المنتخب المغربي لعبها خارج قواعده؟ واحدة حتى الآن أمام تنزانيا. ولذلك الطريق ممهد. لا يوجد مدرب في العالم طريقه إلى المونديال أسهل من طريق وليد الركراكي، كما كان في الماضي مع وحيد خليلوزيتش. أما بالنسبة للكثيرين كالراحل عبد الخالق اللوزاني، كانت أمامه مطبات، كان يلعب تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس إفريقيا، أسبوع في هذا الجانب وأسبوع في الجانب الآخر، واضطر معه في نهاية المطاف أن يستدعي أو يستدعى عبد الله بليندا الراحل والآخر لكي ينتشل ويدرب المنتخب الرديف الذي كان يخوض تصفيات كأس أفريقيا. هناك مدربين غارقوا، وهناك مدربين جاءوا